مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. فيديو النهاردة عن ضبط تكيهات العربية اللادا. معايا المكنة دي أنا معمرها، البساتم تحت مخليها مستوى واحد عشان خاطر أقدر ألف الكامة زي ما أنا عايز، مفيش بستم يصدم في صبابه. بنلف عمود الكامة لغاية ما نحرر الاتجاهات. أنا دلوقتي عايز أبتدي من واحد، لازم أحرر، لازم أخلي 4 يضغط، أحرر واحد لازم 4 يضغط، فأنا لازم ألف لغاية ما 4 يضغط. كده 4 ضغط، يبقى كده أنا واحد معايا محرك. أجيب الفيلر وأنزل الورقة اللي أنا عايزها. يستحسن في الصيف دايما وأبدا تخلي الورقة تخينة سنة عشان خاطر العربية ما تسخنش معاك. ننزل الورقة تمام. دي الحباسة اللي بتضغط على اللاكور، ما تخليش اللاكور يحل معايا. اللاكور ده اللي بتظبط منه تعلي او بتوطي. لما تنزل ورقة الفيلر جوه هنا ما بين الكامة ما بين سطح الشاكوش، بتنزل ورقة الفيلر تشوفها نازلة سايبة ولا نازلة محكومة. نازلة محكومة يبقى كده التيكيه بتاعك تمام. نازلة سايبة يبقى تهوي على اللاكور التحتاني، والصامولة اللي فوق دي تعلي عليها تحل عشان يعلي معاك التيكيه فوق. الوضع ده كله مع التيكيهات كلها. دايما ابدا انصح ان في الصيف لازم ورقة الفيلر تبقى تخينة حبة، خليها على الاقل 20، على الاقل 20 عشان تبقى معاك كويسة. اكتر من 20 هيعمل صوت تنجيرة معاي، تنجيرة وحش. ننزل الورقة تبقى معاك نازلة تقيلة، مش نازلة سايبة. نازلة سايبة هيسكع معاك التيكيه، لازم تحكم سنة حلو الصامولة الحباسة تحت، وترفع على اللاكور اللي فوق عشان يقفل معايا التيكيه. طول ما قفل معايا التيكيه طبعا الدفعة زي ما حضراتكم عارفين ان انا لما اظبط واحد يحمل 4، لما اظبط 2 يحمل 3، لما اظبط 3 يحمل 2، لما اظبط 4 يحمل 1. تمام. اللي عنده اي استفسار انا ارد عليه باذن الله في اقرب وقت، ارد عليه. واللي عنده سؤال وانا ما ردتش عليه انا مستني العربية اللي انا هعمل لك عليها الفيديو. لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.